حاجات ما تعرفهاش عن فيلم بيت الروبي. ابراهيم انا لساني جوه بقي. الفيلم لما نزل حقق اعلى ايرادات في السينما المصريه وقتها 130 مليون جنيه، وده كان متوقع لانه فيلم من بطوله كريم عبد العزيز، وفي السعوديه كمان كان من اعلى الافلام المصريه وعمل ايرادات اكتر من 5 مليون دولار، على عكس الفيلم اللي قبله كيرة والجن اللي برغم انتاجه الضخم وبرغم انه حقق اعلى ايرادات في مصر وقتها ولكن ما عملش ايرادات كبيره في السعوديه. بس انا عارف ان كيرة والجن ما اشتغلش هنا في السعوديه، هو برضو موضوع مصري شويه، بيتكلم عن الاستعمار والانجليز، فهو بعيد عن الشعب السعودي. مش كوميديا دور ايمان الروبي قبل ما تعمله نور كانت هتعمله منى شلبي، ولكنها اعتذرت لانها كانت بتصور مسلسل في نفس الوقت، وترشحت للدور بدلها دنيا سمير غانم، لحد ما الدور راح لنور. المخرج بيتر ميمي طلب من المذيعه منى الشاذلي انها تظهر في الفيلم قبل ما الفيلم يتعرض ب3 شهور، بس كان عايز الموضوع يكون في السر، وقال لها ان المشهد ممكن يتصور بالكاميرات بتاعه البرنامج عشان يبان طبيعي. حتى المقدمه والاسئله منى هي اللي حضرتهم بعد ما بيتر ميمي حكى لها قصه الفيلم، والجمهور كمان كان جمهور حقيقي وما يعرفش ان كريم عبد العزيز جاي وتفاجئ بيه. خلصنا. ممكن بقى اشكر النجم كريم عبد العزيز.